شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. قضت محكمة الاستئناف بالناظور بالسجن في حق 13 مهاجرا ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء بالسجن النافذ. بلغ إجمالي العقوبة 39 سنة سجنا على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام مدينة ميليلية المحتلة في يونيو من العام الماضي. وشددت المحكمة العقوبات بإضافة 6 أشهر في حق كل مدان من مجموعة المهاجرين المتابعين على الأحكام المنطوقة ابتدائيا في حقهم، رافعة إياها إلى السجن النافذ ل3 أعوام لكل واحد. وكان المهاجرون 13 قد حكم عليهم في غشت من السنة الماضية ابتدائية بالسجن 2.5 العام بعدما وجهت لهم هيئة المحكمة مجموعة من التهم، من بينها الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية والدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي والعنف ضد موظفين عموميين. والمهاجرون 13 هم من بين نحو 2000 مهاجر حاولوا اقتحام حدود ماليلية المحتلة، مما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية، في حين تم الإعلان عن وفاة 27 شخصا من بينهم وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهذه أعلى حصيلة مسجلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لدخول ماليلية وسبتة السليبتين.